يا هلا بيكم. في عالمنا اللي بيجري بسرعة ده، فكرة التغيير لوحدها ممكن تكون مرهقة. بنحس إننا محتاجين نعمل ثورة عشان نحسن حياتنا. لكن طب إيه رأيكم لو السر طلع أبسط من كده بكتير؟ النهاردة المصدر اللي معانا بيقدم إجابة بصراحة مفاجأة جدا. وهو ده السؤال المهم بجد. يعني وسط كل الدوشة والضغوط والمسؤوليات اللي علينا، إزاي؟ إزاي ممكن نلاقي سكة نحسن بيها صحتنا الجسدية والنفسية ونطور من نفسنا بشكل حقيقي وفعال؟ وهنا بقى بتيجي الإجابة اللي بتقلب الموازين كلها. الفكرة كلها إن التحول الكبير ده مش محتاج قفزة خرافية، لا، هو بيبدأ من أصغر العادات، من خطوة واحدة بس بنكررها كل يوم. صدقوني الموضوع أبسط بكتير من اللي في بالنا. طيب كلام جميل، بس إزاي بقى في ثورة العادات الصغيرة دي ممكن تحصل فعلا على أرض الواقع؟ يلا بينا نبدأ الرحلة دي سوا ونشوف خريطة الطريق اللي هتوصلنا لحياة أحسن وأهدى. خريطة طريقنا النهاردة واضحة ومتقسمة. أول حاجة طاقة الجسم، وبعدين هدوء العقل، وتالت حاجة تنظيم اليوم. وفي الآخر خالص هنشوف إزاي ممكن نبدأ الرحلة دي من النهاردة. وطبعا البداية لازم تكون من أهم حاجة، الجسم. لأن ببساطة أي تغيير حقيقي عايزين نعمله في حياتنا لازم يبدأ من الأساس، من صحتنا الجسدية. هي دي اللي بنبني عليها كل اللي جاي بعد كده. المصدر بيقترح نبدأ بأربع حاجات بسيطة جدا ومباشرة: نشرب مية، نمشي كل يوم، ننام كويس، ونقلل السكر. خلوا بالكم، دي مش مجرد نصايح بنسمعها وخلاص، دي حرفياً الأعمدة اللي لو اتأسست صح كل حاجة تانية في حياتنا هتتغير للأحسن. 20%، يا ترى الرقم ده بتاع إيه؟ ده بالظبط مقدار انخفاض تركيزنا لما جسمنا يفقد 2% بس من المية اللي فيه. متخيلين؟ يعني مجرد إننا نكون عطشانين شوية ممكن هو ده اللي يكون سبب إحساس التوهان اللي بيجيلنا في نص اليوم. ويجي بقى الرقم تاني هيخلينا نبص للمشي ده بصة مختلفة خالص: 40%. رقم كبير مش كده؟ جمعية القلب الأمريكية بتقول إن دي نسبة انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب لما بنلتزم بالمشي كل يوم. يعني عادة بسيطة جدا وببلاش بتدينا حماية قيمتها ما تتقدرش بفلوس. والحلو في موضوع المشي ده إن الفايدة بتاعته بتبدأ من أول كام دقيقة، مش لازم يعني نروح الجيم الساعتين 3. بصوا كده معايا، مجرد ربع ساعة مشي، عارفين يعني إيه؟ يعني مشوار صغير في وقت البريك بتاعنا، ده لوحده كفيل يقلل التوتر وينشط الدورة الدموية. البداية فعلا أسهل بكتير مما بنتخيل. وهنا بقى المقارنة بتورينا إن النوم ده عامل زي ما نكون واقفين قدام طريقين مختلفين تماماً. طريق النوم الأقل من 5 ساعات ده آخره مناعة ضعيفة وخطر أمراض القلب بيزيد تقريباً الضعف. أما الطريق التاني اللي هو من 7 ل8 ساعات فده بيوصلنا لصحة أحسن، مزاج أهدى، وقوة تخلينا نعرف نواجه اليوم. الاختيار واضح. نيجي بقى للسكر، وهنا بنشوف قد إيه الكميات الصغيرة بتفرق. أكتر من 50 جرام سكر في اليوم، اللي هو تقريباً يعني كنز صودا مع حتة شوكولاتة، ده بيدخلنا في منطقة الخطر على طول. في حين إننا لو حافظنا على كمية معقولة، إحساسنا بالطاقة والمود بتاعنا طول اليوم بيتغير تماماً. يعني ببساطة التحكم في معلقة سكر زيادة أو أقل هو تحكم مباشر في صحتنا. تمام، كده إحنا بنينا الأساس الجسدي. دلوقتي بقى نيجي للجزء التاني ويمكن الأهم، عالمنا الداخلي. هنا هنركز على العادات اللي بتساعدنا نوصل للسلام النفسي والصفاء الذهني اللي كلنا بندور عليه. وهنا المصدر بيدينا أداة عملية جدا وسريعة عشان نهدى في أي وقت: تمرين تنفس بسيط قوي. القوة بتاعته مش في إنه معقد، القوة في بساطته. 4 ثواني ناخد نفس، نكتمه 7 ثواني ونطلعه في 8 ثواني. جربوا تعملوها كم مرة ورا بعض، ممكن تغير المود تماما في أي وقت وفي أي مكان. 23%، الرقم ده هو قوة الإمكانين. في دراسة من جامعة كاليفورنيا لقيت إن مجرد كتابة 3 حاجات بنشكر ربنا عليها كل يوم بتقلل القلق بالنسبة دي. الموضوع مش مجرد كتابة، إحنا كده بنعمل إعادة برمجة لعقلنا إنه يركز على الحلو اللي موجود فعلا في حياتنا. اسمعوا بقى المقولة دي لأنها مدهشة بجد. بتربط حاجة بنعملها بعقلنا بتأثيرها المباشر على عمرنا. يعني القراية هنا مش مجرد هواية أو تسلية، دي كأنها روشتة عشان نعيش أكتر. تخيلوا بس إن نص ساعة مع كتاب كل يوم ممكن تزود سنين فعلية لعمرنا. حاجة عظيمة. وطبعاً التعلم المستمر ده يعتبر أهم استثمار ممكن نعمله في نفسنا، سواء بنتعلم لغة جديدة بتقوي الذاكرة، أو كورس تقني بيفتح لنا فرص شغل أحسن، أو حتى بننمي موهبة فنية بتخلينا مبدعين أكتر. كل ساعة بنقضيها في التعلم بتضيف قيمة حقيقية لحياتنا. طيب،
خلينا ندخل على المحور الثالث والأخير، وده بقى اللي بيربط كل الكلام اللي فات ده بحياتنا اليومية العملية. هنتكلم هنا عن العادات اللي بتعمل لنا زي نظام كده، ننظم بيومنا، نزود إنتاجيتنا ونحسن علاقتنا باللي حوالينا. طيب سؤال بتسأل كتير، هل الصحيان بدري ده فعلا بيفرق؟ دراسة من جامعة تورونتو بتقول أيوة وبيفرق كتير كمان، 31% زيادة في الإنتاجية. بس الفكرة مش في الصحيان بدري وخلاص، الفكرة في الهدوء والتركيز اللي بنكسبهم في أول اليوم دول، هما اللي بيرسموا شكل اليوم كله. والمقولة دي بقى جاية من واحدة من أطول الدراسات اللي اتعملت في تاريخ علم النفس، ونتيجتها كل مرة بتصدمنا. اكتشفوا إن أهم مؤشر للسعادة وطول العمر مش هو الأكل الصحي أو الرياضة، لأ، هو جودة علاقاتنا بالناس. يعني تخصيص وقت للأهل والأصحاب ده مش رفاهية، دي ضرورة لصحتنا النفسية والجسدية. وبكده نكون لخصنا أهم العادات، ودلوقتي جه وقت نجمع كل ده ونشوف إزاي رحلة التغيير دي ممكن تبدأ. لأن المهم مش إننا نعرف المعلومات دي، المهم هو إننا ناخد أول خطوة. وهنا بقى الصورة الكاملة بتبان. العادات دي مش مجرد لستة حاجات نعملها وخلاص، لأ، دي منظومة متكاملة، كل جزء فيها بيخدم على التاني. يعني الجسم السليم بيدينا طاقة عشان نكون هادين نفسياً، والهدوء النفسي بيدينا صفاء ذهني عشان ننجح في شغلنا وحياتنا. دايرة جميلة بتقوي نفسها. ودي يمكن تكون أهم رسالة في الموضوع كله. التغيير الحقيقي مش محتاج خطط معقدة ولا قرارات تغير حياتنا فجأة. كل اللي محتاجه مننا هو إننا نختار عادة واحدة بس بسيطة ونلتزم بيها. وفي الآخر السؤال ده لكل واحد فينا، بعد كل اللي سمعناه ده، إيه هي العادة الواحدة البسيطة اللي ممكن تكون هي نقطة البداية؟ التغيير الكبير اللي بنحلم بيه بكرة بيبدأ بخطوة صغيرة بنختارها النهاردة، والاختيار في إيدينا.